هل يمكن لورقة مخبأة في أدراج الاتحاد الإفريقي أن تقلب موازين القوى في القارة السمراء؟ أم أننا أمام فصل جديد من فصول الاستقواء الإداري الذي يمارس ضد الأندية المناضلة؟ ما يحدث الآن في قضية الهلال السوداني ليس مجرد شكوى عابرة على نتيجة مباراة، بل هو زلزال قانوني يضرب مصداقية الكاف في مقتل. تخيلوا أن فريقاً يخرج من رحم المعاناة، يقاتل في ظروف حرب طاحنة، يجد نفسه أمام خصم لا يكتفي بمواجهته في المستطيل الأخضر، بل يواجهه بنفوذ يمتد إلى لجان الانضباط التي ترفع الإيقاف عن لاعبين مدانين بالمنشطات في ليلة المباراة. الحقيقة الصادمة التي سنتحدث عنها اليوم ليست في خسارة الهلال فنياً، بل في المؤامرة الموثقة التي تتكشف خيوطها ساعة بعد ساعة، حيث بات الهلال يمتلك مستندات تدين المنظومة القارية وتجعل الذهاب إلى محكمة كاس الدولية في سويسرا أمراً حتمياً لا رجعة عنه. فهل سيصمد الاتحاد الإفريقي أمام القنبلة القانونية التي يجهزها الهلال، أم أن العدالة الرياضية في إفريقيا أصبحت وجهة نظر تباع وتشترى في دهاليز الفنادق الكبرى؟ ابقوا معنا، لأن ما سنكشفه في هذه الدقائق سيغير نظرتكم تماما لما جرى في ربع نهائي الكونفدرالية، ولماذا يرتجف مسؤولو الكاف من تصعيد سيد البلد. التطورات الأخيرة في قضية الهلال ضد نهضة بركان المغربي انتقلت من مرحلة الاحتجاج إلى مرحلة الاشتباك القانوني المفتوح. المعلومات المؤكدة تشير إلى أن إدارة نادي الهلال وعبر لجنتها القانونية التي تضم خبراء دوليين قد أرسلت مذكرة إلحاقية شديدة اللهجة إلى الاتحاد الإفريقي تتضمن أدلة دامغة على خرق بروتوكول مكافحة المنشطات الدولي. القضية لم تعد تتعلق فقط بمشاركة اللاعب حمزة الموساوي، بل بكيفية هندسة قرار رفع الإيقاف عنه قبل 48 ساعة من مباراة الذهاب. الهلال يمتلك مراسلات تثبت أن قرار رفع الإيقاف المؤقت لم يستند إلى مسوغات طبية أو قانونية معترف بها لدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وادا، بل كان قراراً إدارياً بامتياز يهدف لتسهيل مهمة الفريق المغربي. هذا الاختراق القانوني هو ما يجعل الهلال واثقاً من فوزه بالقضية، لأن قوانين وادا تعلو ولا يعلى عليها، وأي تلاعب بها يعني إقصاء النادي وإيقاف المسؤولين المتورطين. لكن المثير للدهشة والذي أشعل فتيل الغضب في الشارع الرياضي السوداني هو الصمت المريب من جانب الاتحاد الإفريقي تجاه الرد على استفسارات الهلال الرسمية. هذا الصمت فسرته الأوساط الرياضية بأنه محاولة لكسب الوقت حتى تنتهي البطولة ويصبح إرجاع الحق لأصحابه أمرا صعبا من الناحية العملية. ولكن ما هي التحركات القوية التي قام بها الهلال مؤخرا؟ الإدارة الهلالية وفي خطوة ذكية بدأت في التواصل مع فيفا لإطلاعهم على ملف المنشطات، معتبرة أن الكاف يتستر على فضيحة أخلاقية ورياضية. هذا التحرك جعل مكاتب القاهرة في حالة استنفار، لأن تدخل الفيفا في قضايا المنشطات يعني تجميد نشاط اللجان المعنية ووضع الاتحاد القاري تحت الوصاية الدولية. وبينما ينشغل البعض بالحديث عن كرة القدم، يبرز البعد الجيوسياسي في هذه القضية. الهلال السوداني اليوم لا يمثل نفسه فقط، بل يمثل صرخة أندية القارة التي تعاني من تغول بعض الاتحادات الوطنية التي تسيطر على مفاصل الكاف. هناك شعور عام بأن اللوبي الذي يدير الكاف حاليا يحاول حماية نهضة بركان بأي ثمن، نظرا للنفوذ الكبير الذي تتمتع به الكرة المغربية داخل الاتحاد القاري. الهلال في شكواه أشار ضمنا إلى أن تعيين الحكم الجنوب إفريقي أبونجي توم في مباراة الإياب وممارساته المستفزة من إلغاء هدف صحيح وعدم العودة للفار في لقطات حاسمة لم تكن مجرد أخطاء بشرية، بل كانت جزءا من سيناريو الإقصاء المرسوم مسبقا. فهل يعقل أن ترتكب كل هذه الأخطاء التقنية والقانونية في مواجهة فريق واحد وفي دور واحد؟ ردود الأفعال الرسمية بدأت تتوالى، حيث دخل الاتحاد السوداني لكرة القدم على الخط بقوة، مهددا بسحب دعمه لبعض المشاريع القارية إذا لم تطبق العدالة. الهلال من جانبه أعلن صراحة أنه جهز رسوم التقاضي لدى محكمة كاس في سويسرا، وأنه لن ينتظر طويلا أدى الكاف المماطل. النتيجة المتوقعة لهذه القضية إذا ما وصلت إلى المحاكم الدولية هي استبعاد نهضة بركان واعتبار الهلال متأهلا، أو على أقل تقدير إعادة المباراة في ظروف عادلة. وهذا ما يخشاه الكاف، لأن إعادة المباراة تعني اعترافا صريحا بفساد منظومته التحكيمية والإدارية. السؤال الذي يطرحه الملايين الآن: لماذا يعامل الهلال بهذه الطريقة؟ الفريق يمر بظروف قاسية، يلعب مبارياته خارج أرضه ويتحمل نفقات باهظة من أجل إعلاء راية السودان، وبدلا من أن يجد الدعم من منظمة قارية تدعي الرقي يجد العراقيل توضع في طريقه. هل تتخيلون أن يسمح للاعب سقط في فخ المنشطات واعترف بجرمه عبر التنازل عن العينة باللعب ضدكم؟ هذا ليس عدلا، هذا اغتيال لكل قيم الروح.